بص يا صديقي، الطموح حلو. عايز تبدأ البيزنس بتاعك من غير ما يكون معاك فلوس ولا اي حاجة؟ حلو جدا، تعال نحل المشكلة دي. انا هقول لك كام حاجة حرفيا هتحل لك مشاكل انت فيها، اللي انت عمال تقول نفسي اعمل بيزنس وبتاع مش عارف اتحرك، مش معايا فلوس، مستني مش عارف ايه والكلام ده كله. الخلاصة، ارمي نفسك في البحر، ارمي نفسك في البحر. في البيزنس هتعوم، هتتعلم كتير جدا. بص، لو انت عايز تعمل منتج معين، لسه يا عم انت عايز تعمل تي شيرت، انزل الماركت تعمل تي شيرت واحد، حاول تعمل تي شيرت واحد. ايا كان تكلفته كام، هيعدي 1000 جنيه يعني. يا سيدي اتصرف فيها ال 1000 جنيه وحاول تعمل تيشيرت. عملت تي شيرت واحد، في خلال التجربة اللي انت هتاخدها في انت تعمل تي شيرت واحد دي، هي نفس التجربة اللي هتاخدها انت تعمل 1000 تي شيرت، 100,000 تي شيرت. هو نفس الحاجة، نفس الناس اللي هتقابلها، نفس الحاجة اللي هتعملها، نفس الخطوات، نفس كل حاجة. فاعمل تي شيرت واحد. طب عملت التي شيرت وخلصت وعديت بالبروسيس دي كلها، حاول تبيعه. نفس البروسيس في كل حاجة. ايا كان البيزنس بتاعك، ايا كان البراند بتاعك ايه، اعمل كده. اتحرك، ارمي نفسك في البحر. ليه؟ الانفايرمنت اللي انت هتخلقها حواليك هتساعدك ان انت تتحرك، هتساعدك ان انت تعمل حاجات، وتعرف على ناس تساعدك تتحرك يمين وشمال. وناقصك كذا، طب اتعرفت على فلان، طب انا ناقصني كذا، طب المفروض اتعلمه ازاي. هتخوض الحاجات دي كلها وهتتعلم. كل المشاكل اللي انت شايفها دلوقتي قبل ما تبدأ هتلاقي لها حلول وانت ماشي في الطريق، هتلاقي ناس تساعدك. فانا بقول لك ارمي نفسك، ابتدي، حط نفسك ازنق نفسك وحط نفسك في الموقف وانطلق. انطلق يا صديقي. ولو مش لاقي فرصة، احنا جبنا لك فرصة يا سيدي. ما فيش ابسط، ما فيش احسن من كده يعني، مش عارف اعمل لك ايه تاني. احنا عشان كده، بما ان اللي بيتقال دايما مختلف غير الواقع، فاحنا قررنا احنا هناخد ناس معانا تنزل معانا. اللي عايز ينزل يشوف المصنع بيشتغل ازاي، اللي عايز ينزل يشتغل في الماركتنج شوية يشوف الماركتنج بيمشي ازاي، السوشيال ميديا بتمشي ازاي، التصوير بيمشي ازاي. هناخد ناس في كل حاجة معانا، زي تريننج كده، بيبقى يوم او كام يوم، ان هم بيشوفوا الدنيا ماشية ازاي وبيتعلموا. ومن ديسكاس ده مع بعض. هنختار ناس من الكومنتس، فقول لنا عايز تشتغل ايه في الكومنتس. ولو انت مش متابعنا على السوشيال ميديا، هنختار ناس على السوشيال ميديا وهننزل ستوريز وهنصور معاهم، وهنشوف الاكسبيرينس بتاعتهم مشوا ازاي وتعلموا ايه من الموضوع ده كله، وهم عايزين يوصلوا لفين. ف عشان عندنا شغل. اشوفك الفيديو الجاي يا صديقي، متنساش اللايك والسبسكرايب. حبيبي.